هنكمل حكاية البت السوها. بت بتكره مصاصين الدماء أكتر من أي حاجة في حياتها، وسبحان الله يا عزيزي بتخش مدرسة كلها مصاصين دماء ومستذئبين باستيلاته على الناب، لا وكمان كلهم بيحبوها وبيتصاحبوا وهي ما تعرفش إنهم مصاصين دماء ووحوش يابا. وبنشوف شلة الواد هيلي مصاص الدماء يابا بيتكلموا مع بعض إن هم لازم يحققوا في جريمة القتل اللي حصلت، لأن واضح جدا إن الواد اللي مات على إيد مصاص دماء باستيلاته على النبي. ده غير كمان إن شلة المستذئبين شاكة فيهم مع انهم ما عملوش حاجه والله. والواد شيء بيقول فعلا يا هيلي يا اخويا لازم نحقق في الامر بسرعه ونمسك اي مصاص دماء شرير تسلل الى المدرسه بدل ما امرنا يتكشف قدام البت سهى، وانا بصراحه ربنا عايزها تبقى صاحبتي طول العمر يابا. وسلو بيقول لهم بقول لك يا انت وهو بلا صاحبتي بلا خطيبتي بلا الجيرل فريند بتاعتي، احنا المفروض نقاطع البت سهى ديت تماما كده مفيش اي بشري في الدنيا هيتقبلنا لو عرف حقيقتنا. وشي بيقول له لا يا عم سهى هتبقى صديقتنا بقى، اما صدقنا نلاقي حد يصاحبنا. وسولو بيقول له هتسمع الكلام يعني هتسمع الكلام يالي. وشي بيقول له خلاص يا اخي حسب الله ونعم الوكيل حكم القوي. ولكننا بنشوف شيء تاني يوم رايح لسهى وهو بيقول لها ايه رايك يا سهى نخرج في نهايه الاسبوع بالصلاه على النبي. وسهى بتتصدم ولكنها بتكون فرحانه من جواها وبتقول له ايه ده انت عايزنا نخرج ولا ايه؟ فبيقول لها احنا نروح الميدان في ايس كريم جميل جدا بيتباع هناك يا بت سهى. وسولو بيجي له بيوشوشه وبيقول له يا ابن الصرمه لسه متكلمين امبارح لحقت تنسى؟ وسهى بتقول له طيب ماشي موافقه نروح سوا اخر الاسبوع ان شاء الله. وسولو طبعا بيقول لهم لا انا هاجي معاكم، وبيستخدم قدره التخاطر مع الواد شيو وبيقول له بقى يا ابن الصرمه عايز تخرج مع سهى لوحدك يا ولي؟ طبعا هاجي معاكم لان انت مسحوب من لسانك وممكن تفضحنا. وطبعا لما بيتكلموا بالتخاطر كل الشله بتاعتهم بتسمعهم يابا، والكل بيقول انا راشق في الخروجه دي ماليش دعوه. وسولو بيكون هيمسك في شيء وبيقول له استريحت يا ابن الصرمه. وطبعا البت سهى يابا بتكون واقفه ومش فاهمه اي حاجه. وبتمر الايام وبتيجي عطله نهايه الاسبوع اللي البت سهى هتخرج فيها، وبتقول يا انا مش مصدقه نفسي والله، اخر مره كان عندي اصدقاء وخرجت معاهم كان من زمان جدا، وكان صديقي الوحيد الواد كريس بالصلاه على النبي، ولكن مصاصين الدماء اللي منهم لله قتلوه. والبت سهى يابا بالفعل بتروح الساحه وبيجي لها الواد شيو وبيقول لها ايه ده يا بت سهى الطقميه اللي انت لابساها ديت جامده جموده، لا الصرف باين بالصلاه على النبي. وبتقول له كتر خيرك والله يا واد يا شيو امال فين الباقي يا ولي؟ فبيقول لها يا دول خذلونا يا بت سهى، قعدوا يقولوا هيجوا في الاخر كل واحد طلع لي مشغول بحاجه، يلا مش مشكله احنا بقى نكمل خروجتنا. والبت سهى بتكون فرحانه ولكن من جواها بتكون زعلانه سنه، لان دي كانت اول خروجه ليها مع اصدقاء ونفسها الكل يجي، ولكنها بتكمل هي وشي خروجتهم يابا. وبيقول لها بقول لك ايه بقى يا بت سهى في حبه ايس كريم بتبيعهم العربيه دي انما ايه يستاهلوا بقك بالصلاه على النبي، روحي اقعدي بقى هناك عبال ما انا اجيب 2 ايس كريم ونيجي نخربها. وبينتقل المشهد يابا لبقيه الشله وبيقولوا الساعه دلوقتي جت 5، يلا بقى بسرعه نروح نجيب البت سهى عشان نخرج. والعيال كلها بتكون متحمسه، ولكن الواد نوا بيقول لهم ثانيه واحده يا جماعه الواد شيو محدش فيكم شافه من الصبح. وساعتها العيال بتتواصل معاه عن طريق التخاطر، وايام بيقول له بقى يا ابن الصرمه تخرج من غيرنا يا ولي، مش انت قلت لنا ميعاد الساعه 5؟ وشيو بيقول لهم ايه ده هو انا قلت لكم كده؟ انا فاكر ان انا قلت لكم ميعاد الساعه 1 عادي. فبيقول له واحده بركت عليك وفتستك يا بعيد. فبيقول لهم عموما انا مش فاكر حاجه، بس اكيد سهى زعلانه منكم جدا لان انتوا ما جيتوش في ميعادكم، وبعدين احنا دلوقتي خلاص رايحين نركب مركبه في وسط البحر ونتمشى بيها شويه. وشيو بيقول للبت سهى ايه رايك نحجز تذكرتين مركبه قبل ما الدنيا تليل، ناخد مركبه كده ونتمشى بيها شويه. فبتقول له قشطه يلا بينا. فبيقول لها خلاص هروح اجيب التذكرتين واجي. وبنلاقي هيلي بيتواصل ساعتها مع البت سهى عن طريق التخاطر، وبتقول له ايه ده انا قلت ان انت مش جاي النهارده خالص. فبيقول لها معلش يا بت سهى حصلت حاجه دربكت لي اليوم كله معلش اتاخرت عليكي، ولكني جاي خلاص في الطريق اهو. فبتقول له خلاص انا مستنياك يا ولي. وسهى بتقول لما اروح لشيو اقول له يجيب 3 تذاكر مش 2 بالصلاه على النبي لان الواد هيلي جاي، ولكنها بتتوه في الطريق يابا. ومره واحده بتلاقي ايد من شارع ضلمه بتشدها، وسهى بتقول له انت مين يا عم انت مين يا عم وعايز مني ايه يا عم؟ ولكن يابا مش بيرضى يسيبها، والبت سهى بتقول له انت اللي جبته لنفسك وبتديله سوبليكس يابا. ولكنها لما بتشوفه بتتصدم عزيزي، اللي قدامها دوت مصاص دماء مش حد عادي. والبت سهى حرفيا بيبقى عندها فوبيا من مصاصين الدماء كلهم يابا، وخلاص سهى بتكون مش عارفه تعمل ايه ومش عارفه تتحرك. ولكن مره واحده بيجي الواد شيو وبيلزق دماغه في الحيطه وبيقول لها معلش يا بت سهى اتاخرت عليك انا اسف. فبتقول له كنت فين يا ولا انا كنت بدور عليك. بس مره واحده يابا بيهجم عليه مصاص دماء بالصلاه على النبي، والبت سهى بتقول لا مش هسيب حد من اصدقائي يتقتل تاني قدام عينيا. وبتكون رايحه تديله باللوكميه يابا، ولكن مصاص
الدماء ده بيتفاداها وبيكون هيهجم على البت سهى يخلص عليها بسلاته على النبي، ولكن مره واحده بتلاقي الواد جاكا ظهر وخدها وشالها يابا. وايان هو كمان بيظهر فجاه وبيدي مصاص الدماء ده باللوكميه، وساعتها جاكا بياخد البت سهى يابا وبيفلقه، والبت سهى بتقول له استنى يا ولي استنى يا ولا بدوخ من الادوار العاليه يا ولي. والعيال تحت يابا بتكون عماله تقاتل مصاصين الدماء وعاملين شغل فاخر من الاخر. وساعتها واحد من مصاصين الدماء دول بيتكلم وبيقول لهم اعطوني البت سهى يا ولي، وجينو بيثبت واحد بالنار وبيقول له انت قالي وقول لي قالي مين اللي زقكوا علينا تعملوا كده يا ولي، ولكنهم بيرفضوا يتكلموا يابا. وساعتها هيلي بيكون بيخلص على اخر واحد وبيقول لهم اللي حصل دوت مش صدفه يا رجاله، مصاصين الدماء دول كانوا بيستهدفوا البت سهى بالاخص. وجاكا بيكون وصل بالبت سهى لمكان امن وبتقول له تسلم يا عم جاكا والله كتر خيرك انت انقذتني والله مش عارفه اقول لك ايه. ولكن وهي بتتكلم معاه بتشوف حاجه بتصدمها يا صديق، بتشوف الواد كريس صاحب عمرها اللي مات وهو صغير. والبت سهى حرفيا بتتجمد ومش بتسمع اي حاجه وبيكون كل نظرها منصب على كريس يابا. والبت سهى بتقول بسم الله الرحمن الرحيم احنا قلبنا هنا مسلسل المداح ولا ايه؟ هو مش كريس دوت احنا دافنينه وهو صغير بايدينا قبل كده؟ وكريس دوت يابا بيتكلم معاها وبيندهلها باسمها، والبت سهى بتجري عليه وبتقول له ايه ده كريس انت رجعت تاني يا اخويا. وساعتها يابا بتسمع هيلي بيتكلم معاها عبر التخاطر، وفي نفس الوقت بتقابل الواد كان مستذئب بصلاته على النبي وبتقول لهم بصوا بصوا كده كريس رجع. ولكنها لما بتبص له تاني يا عزيزي مش بتلاقيه، وكان بيعرف باللي حصل وهجوم مصاصين الدماء على البت سهى يابا، وبيقول لسهى لو كنت معانا ما كانش ده حصل يا بت سهى، الشله اللي معاكي دي مش هتعرف تحميكي، احسن لك ابعدي عنهم انت ما تعرفيش عنهم حاجه. وساعتها تاهل بيقول لها كان اخويا عنده حق يا بت سهى، ايه رايك الاجازه بتاعت الاسبوع الجاي تقضيها معانا؟ وساعتها شيو بيتدخل وبيقول لهم على فكره بقى الاسبوع الجاي احنا متفقين هننزل احنا وسهى. وتاهل بيقول لها طب ايه رايك في الاسبوع اللي بعده يا بت سهى؟ وشيو بيقول لا ما احنا ما قلنالكش الاسبوع اللي بعد اللي جاي احنا كمان نازلين نتسوق شويه. وتاهل بيقول لها طب ايه رايك في الاسبوع اللي بعد الجاي يا بت سهى؟ وشيء بيقول له ايه ده هو احنا ما عرفناكش احنا حاجزين كل الاسابيع نخرج سوا لحد اخر السنه. وتاهل بيقول لشيء اما انت عيل ابن صارمه صحيح. وشيء بيقول له ولي مين ده اللي ابن صارمه ولي؟ وطبعا جينو بيمسك شيء وكان بيمسك تاهل قبل ما يفضحوا بعض قدام البت سهى، وتعرف ان دول مصاصين دماء ودول مستذئبين بصلاته على النبي. وساعتها شيء بيغير الموضوع وبيقول لها صحيح يا بت سهى احنا عيد ميلادنا بعد 3 اسابيع من دلوقتي. وسهى بتقول ايه ده بجد والله طب خلاص طالما عيد ميلادي يبقى لازم احضر. وتاهل بيقول له على فكره بقى انت كداب يا ابن الكدابه. وشي بيقول له لا يا اخويا دي الحقيقه وبعدين مالكش دعوه انت. واضح ان شي وتاهل عاملين زي القط والفار حرفيا. وشي بيقول لهم لو انتوا مش مصدقين بقى تعالوا شوفوا بنفسكم هتلاقيه عيد ميلادنا فعلا. وسا بتقول له ايه ده تصدق يا واد يا شيو عندك حق هيكون من اللطيف جدا ان احنا نحتفل مع بعض كلنا. وساعتها شله المستذئبين لما بيصدقوا عشان البت سهى بتكون هناك يابا، وكل واحد فيهم بيقول خلاص طالما البت سهى قالت يبقى احنا هنروح كلنا. ولما شله المستذئبين بيكونوا مروحين بالليل يابا صاحبهم الدحيح انزي ابو نضاره بيقول لهم انا ملاحظ ان انتوا قلقانين قوي على البت سهى. والعيال بتقول له فعلا يا انزي يا اخويا احنا مش عارفين ليه احنا عايزين نصاحب البت سهى وفي حاجه جوانا بتقول ان احنا لازم نحميها. وكان بيقول لهم انا نفسي مندهش ازاي شله هيلي اللي هي مصاصين دماء اصلا يقاتلوا مصاصين دماء من بني جنسهم عشان خاطر البت سهى. ونجاك بيقول له والله انا مندهش يا كان يا اخويا زيك بالظبط، البت سهى اصلا فيها قوه غريبه انا مش مصدقها، دي قدرت توقفني لما كنت هتخانق انا والواد نجاك بايد واحده. وبينتقل المشهد البت سهى يابا اللي رايحه في النوم وبتحلم بالواد كريس صاحبها، وبتصحى وبتقول ياه شكلي كان بيتهيألي النهارده اني شفت الواد كريس الله يرحمه، ولكنها بتقول ده انا سمعته بيناديني بصوتي، معقوله الواد كريس صديق طفولتي لسه عايش. وبتصحى من النوم يابا بتلاقي نفسها عايزه تروح البحر، وبتلاقي نفسها بتتمشى يابا قدام البحر وبتشوف الواد كريس فعلا، وبتقول له ايه ده واد كريس انت لسه عايش يا ولي؟ فبيقول لها وحشتينا يا بت سهى كبرت زي ما تخيلتك بالظبط بالصلاة على النبي. فبتقول له هو انت كريس بجد يا ولا ده ضغط المذاكره عليا وانا بقيت اهلوس ولا في ايه بالظبط؟ فبيقول لها لا انا كريس يا بت سهى. فبتقول له يا وحشتني يا كريس والله فاكر لما كنا بنلعب بلي سوا واحنا صغيرين يا ولي؟ وساعتها سهى بتلاقي نفسها صحيت من النوم مره واحده وبتقول يا شكله كان حلم بس حلم جميل والله. وبتقول انا عايز اجري شويه واروح اقف عند البحر، ولما بتروح مش بتلاقي كريس يابا، وبتقول انا كنت متاكده ان ده حلم برضه، وبتقول بس القمر بدري الليله. ولما بتبص جنبها عزيزي بتشوف الواد كان بصلاته على النبي، ولكن كان بيبقى واقف بعيد شويه وبيبص للقمر، وكان بيقول في سره الطبيعي ان اي مستذئب لما القمر بيكتمل بيتحول لا ارادي، وفي بقيه الايام لما القمر بيكون مش مكتمل بيتحول بمزاجه، ولكن ده الشهر الرابع ليا اللي معرفش اتحول لمستذئب عند اكتمال القمر. والبت سهى بتقرب منه
منه وبتقول لك ازيك يا ولا كان عامل ايه يا ولي. وطبعا البت سوا مش بتكون واخده بالها من ضوافر الواد كان، وكان يا عزيزي لما بيشوفها بيتصدم وبيقول لها انت بتعملي ايه يا وليه في وقت زي ده بره. وسوا بتقول في سرها الواد كان شكل مختلف شويه عن ما شفته امبارح، هو شعره طول ولا انا بتهيألي. وسوا بتقول له مفيش يا عم كان، انا قلت اتمشى شويه، انت اللي بتعمل ايه بره. فبيحاول يتوه في الكلام ويغلوش فيه وبيقول لها كنت بتمشى برضه شويه انا كمان، انت بتعملي ايه دلوقتي. فبتقول له يا عم انت عندك زهايمر ولا ايه، ما انا لسه قايله لك ان انا طالعه اتمشى. وبيقول لها طب ايه رايك اوصلك عشان ما تروحيش لوحدك في وقت متاخر زي ده يا بت السوها، ممكن يطلع لك مصاص دماء كده ولا كده يحاول يعمل الخطيئه معاكي. وسوا بتقول له طب كتر خيرك يا كان يا اخويا، والله انا برضه كنت خايفه بصراحه لاني سامعه اصوات بعض الكلاب والذئاب عماله تعوي وخايفه منهم. فبيقول لها الذئاب لا ما تخافيش من الذئاب خالص، دول طيبين جدا على فكره، تعرفي ان الذئب دوت بيبقى اطيب من القطه لو اتعود عليكي. فبتقول له الذئب اطيب من القطه، انت واضح ان دماغك اتلحست من كتر المذاكره يا عم كان. عموما هي الذئاب شكلها حلو من بره، انا بحب اشوفها على التلفزيون بس بصراحه، ولكن لو قابلت حد منهم هخاف جدا طبعا. فبيقول لها لا ما تخافيش والله، هم مش بيعضوا ابدا، انت بس جربي تعرفي عليهم وهتحبيهم مدى الحياه. وبيجي يوم اللي بعده والواد شيو بيكون تعبان جدا، والعيال بتقول له مالك يا ولي. فبيقول لهم عمال الف على كعوب رجليا من صباحه ربنا عشان ادي دعوه عيد الميلاد للبت سهى ولكني مش لاقيها. والواد ايام بيقول له طب خلاص يا اخويا سيب لي انا الدعوه وانا هدور على البت سهى واديها لها بنفسي. وجينو بيقول له لا يا عم وليه ما اديهالهاش انا بنفسي. ونوا بيقول لهم لا بقول لكم ايه، انتوا تتخانقوا سوا لا انت ولا هو، انا اللي هديها لها. وجاكا بيقول لهم والله بصوا انا مش معترض مين يدي لها الدعوه ولكني اسرع واحد فيكم كلكم. وبنشوف سهى في المكتبه بتقابل الواد هيلي وبيقول لها ايه بتدوري على كتاب ولا ايه. فبتقول له بدور على كتاب زي اللي معاك بتاع الاساطير القديمه. فبيقول لها خلاص قشطه انا خلصته وقريته كله لو عايزه تاخديه، يعني هتلاقي فيه اساطير حلوه عن المستذئبين ومصاصين الدماء بالصلاه على النبي. فبتقول له هم المستذئبين دول بيتحولوا لذئاب عند اكتمال القمر. فبتقول له انا امبارح كنت موجوده عند اكتمال القمر وكان شكله جميل جدا. فبيقول لها انت تعرفي يا بت يا سهى ان المستذئبين بيقعوا في حب اول ست يشوفوها عند اكتمال القمر بالصلاه على النبي، ومش بيحبوا اي حد تاني طول حياتهم ابدا، ولازما بس مش يكون اكتمال قمر عادي، ده لازما كمان يكون ساعتها خسوف بالصلاه على النبي. وسهى بتقول له فعلا كان في خسوف امبارح حوالي وكنت قاعده اتفرج عليه كان شكله جميل قوي، وقابلت الواد كان ساعتها ووصلني لحد البيت بعد ما اتفرجنا على الخسوف سوا. وهيلي بيقول في سره يا نهار اسود ومنيل، هو اللي انا سمعته ده بجد ولا حقيقي؟ انت بتقولي قابلتي مين امبارح يا بت يا سهى؟ فبتقول له قابلت الواد كان وقعدنا نتمشى على البحر وكان يوم جميل جدا. وساعتها هيلي بيعرف ان الواد كان وقع في حب البت سهى خلاص. وسهى بتقول له صحيح شكرا انكم انقذتوني لما مصاصين الدماء هجموا عليا. فبيقول لها ولا اي حاجه يا بت سهى، اهم حاجه اللي انت كويسه. وساعتها بتلاقي الواد جينو وبقيه الشله وراها وبيقولوا لها فعلا اهم حاجه انك كويسه يا بت سهى. وسهى بتقول لهم ايه ده انتوا بتعملوا ايه هنا في المكتبه، انتوا بتحبوا القرايه زيي ولا ايه؟ وايام بيقول لها طبعا القرايه ديت اهم هوايه عندي. وشي بيقول لها انت ما تعرفيش انا بحب اقرا في الفيزياء النوويه وميكانيكا الكم ونظريات النسبيه قد ايه. وجاكا بيقول لهم كفايه كدب انتوا الاتنين، وانت عم نوى اللي عامل لي فيها طه حسين، انت الكتاب بتاعك مقلوب يا اخويا، الكتاب مقلوب يا حيلتها. وجينو بيقول لها بصراحه ربنا يا بت يا نوى ما حدش فينا بيقرا غير الواد هيلي. وايام بيقول له على فكره بقى انا قريت 3 سطور بحالهم من كتاب قبل كده. وسهى بتقول لهم طب ما تساعدوني الاقي الكتاب اللي بيتكلم عن مصاصين الدماء والمستذئبين بالصلاه على النبي، ده حتى هيلي اخبرني عن قصه جميله جدا عن المستذئبين ورومانسيه، ان اي مستذئب بيشوف ست ساعه الخسوف بيقع في حبها طول عمره، ده المستذئبين طلعوا كائنات لطيفه وانا معرفش. وشي بيقول لها بس مستذئبين ايه يا ستي، دول شبه الكلاب حتى، والفرو بتاعهم بيقعد يقع في كل مكان وبيلزق في الهدوم. وسولو بيقول فعلا المستذئبين وحشين جدا، مصاصين الدماء احسن منهم بكتير بالصلاه على النبي. وساعتها سهى بتقول لا انا ما بحبش مصاصين الدماء ابدا، دول اشرار وما بيمتلكوش قلب طيب ولا مشاعر اطلاقا، شفتهم لما هاجموني امبارح وكانوا عايزين يخلصوا عليا، وكمان قتلوا صاحبي صديق الصدوق كريس، بيقتلوا الناس بدم بارد. مصاص الدماء لا يمكن يعرف ايه هو الحب الحقيقي او معنى الحب اصلا، والعيال يا عيني بتاخد الكلام في جنابها ومش بيقدروا يتكلموا. وساعتها العيال بتبتسم وبتقول لها عندك حق يا سهى، فعلا الكل لازم يكره مصاصين الدماء، والله العظيم صعبوا عليا يا صديقي بصراحه. وبيرجعوا اوضتهم والواد شين بيبقى محبط جدا يابا لانه معرفش يدي الدعوه بتاعت عيد الميلاد للبت
سوها، لان الكلام اللي هي قالته كان قاسي جدا واتكسف يديها هديه عيد الميلاد ساعتها. وجينو بيقول له يا عم كنت اديتها لها وخلاص. وشيو بيقول له انت ما عندكش دم يا عم الحاج ولا ايه؟ انت ما شفتش الكلام اللي هي قالته؟ انا كنت في نص هدومي وهي بتتكلم. وبنرجع لشله المستذئبين يابا وهم بيناقشوا خطه الكوره، واللي كان واضح يابا ان الواد كان مش معاهم تماما وعمال يفكر في البت سوها. ونجاك بيقول له فيها قائد فيها قائد، انت مالك كده مسهم وسرحان ومش معانا من صباحه ربنا ليه بالصلاه على النبي؟ فبيقول لهم ما فيش يا جماعه بفكر في الامتحانات والله. وتاهل بيقول له امتحانات ايه اللي تعمل فيك كده يا قائد؟ ما انت طول عمرك بتسقط وما عندكش دم وعمرك ما اتكلمت ولا اشتكيت ابدا. وكان بيحاول يتوه في الموضوع وبيقول لهم ما انا بقى قلت اجتهد وما اسقطش تاني، فعلشان كده بفكر في المذاكره عشان ان شاء الله ابقى متفوق واطلع الاول على الفصل بالصلاه على النبي. وتاهل بيقول لهم صحيح العيال مساسين الدماء دول ادعونا لحفله عيد الميلاد بتاعتهم. ونجاك بيقول لا يمكن اروح ابدا، انا نجاك المستاذ ابقى اروح حفله عيد ميلاد لمساسين دماء بالصلاه على النبي. وكان بيقول لهم يا جماعه يا جماعه يا جماعه المسامح كريم يا جماعه، لحد امتى يا ناس؟ لحد امتى هنفضل بنتخانق مع بعض ونقسى على بعضينا؟ وانزي بيقول له عرق الحنيه اللي فيك ده يا اخويا ضرب من امتى؟ وبنرجع لشله مساسين الدماء يابا والواد شيو بيكون لسه متضايق وبيقول انا ما عرفتش ادي الدعوه للبت سوها، واديت الدعوه للمستذئبين ولسه حتى الان ما اديتش الدعوه للبت سوها. بيقول سوها لو عرفت الحقيقه بتاعتنا هتكرهنا كلنا. وسولم بيقول لهم عشان كده قلت لكم ما تقربوش منها لانها لا يمكن تحبنا ابدا ابدا. وجينو بيقول بس احنا طيبين يا عم سولم وعمرنا ما امتصينا دماء من بشر قبل كده. وشيو بيقول خلاص يبقى ما قدامناش غير حل واحد عشان البت سوها تثق فينا، ان احنا نضحي بالواد سولو ونقول ان هو مصاص الدماء اللي حولنا كلنا وان احنا طيبين وملناش ذنب في اي حاجه، ولا مؤاخذه بقى يا سولن يا اخويا هنقتلك قدامها ونولع فيك كمان. وشيو بيقول له ما تخافش يا سولن يا اخويا مش هننسى التضحيه بتاعتك دي ابدا ابدا. وسولن بيقول لهم بقى يا ولاد الصرم يا ولاد الصرم عايزين تضحوا باخوكوا عشان خاطر واحده بنت؟ والعيال بتقول له ما البنت دي هتبقى اختنا مش بس صاحبتنا. وجينو بيقول له يا عم كنا بنهزر معاك انت خدتها جد ليه كده؟ وسولن بيقول لهم خلي بالكوا لو سوها كشفت امركوا هنضطر نغادر المدرسه. والعيال بتقول لا احنا ما صدقنا نقبل في مدرسه، ولو حد كشف امرنا مش هنعرف نقبل في مدرسه تانية مدى الحياه كلها. وبنشوف هيلي راح للبت سوها وبيقول لها قاعده لوحدك ليه بره؟ فبتقول له مفيش متضايقه شويه والله يا عم هيلي، انا اسفه ان انا زعقت فيكوا لما كنا في المكتبه، بس كل لما بفتكر موضوع مصاصين الدماء دوت بتضايق وبتعصب جدا لانهم قتلوا اعز اصدقائي، ده غير ان كل الناس بتشك فيا بسبب قوتي اني مصاص الدماء بالصلاه على النبي. وهيلي بيقول لها لا ولا يهمك يا بت سوها احنا مقدرين قد ايه اللي انت بتكرهي مصاصين الدماء بالصلاه على النبي، عموما احنا نسينا نديك الدعوه بتاعت عيد ميلادنا. والبت سوها بتفرح جدا وبتقول لهم كتر خيركم والله كتر خيركم والله مش عارفه اقول لكم ايه. وسوها بتقول لهم صحيح انتوا ما قلتوليش هو ده عيد ميلاد مين فيكم بالظبط عشان اجيب الهديه؟ وهيلي بيقول لها ده عيد ميلادنا كلنا لان محدش فينا يعرف عيد ميلاده، انت عارفه اللي احنا كنا في ميتم واحنا صغيرين بالصلاه على النبي، فقررنا كلنا نعمل عيد ميلادنا في يوم واحد، واليوم دوت هو اليوم اللي احنا غادرنا فيه من الميتم. وبنعرف عزيزي ان هم اطفال حاولوا يهربوا من الميتم ده كتير يابا لانه كان بالنسبه لهم زي الجحيم من الضرب والعذاب اللي بيشوفوه فيه. وفي مره هربوا وراحوا احد البيوت بالصلاه على النبي، وبنت صاحب البيت بتاخدهم وبتستضيفهم يابا وبتقول لهم خليكوا هنا ما تتحركوش من هنا. والعيال بتقعد وبتقول اول ما النهار يطلع لازم نمشي. والواد جاكا بيشوف فرخه وبيقول انا جعان جدا ما اكلتش بقالي اكتر من شهر. وساعتها سولم بيقول لهم امسك نفسك يا ولي انت وهو ولي. وبنشوف البت يابا بعد شويه جابت لهم شويه عصير وحاجات ياكلوها، ولكنها لما بتخش بتتصدم عزيزي، العيال بيبقى منظرها مرعب حرفيا، ماسكين الفرخه يابا وهدومهم كلها غرقانه دم وشكلهم ما يعلم بيه الا ربنا. وطبعا الناس كلها ساعتها بتجيب البنادق وبتقعد تجري وراهم، ويعني بيبقوا بيعيطوا وهم بيهربوا وعايزين يفهموا الناس ان هم عمرهم ما هياكلوا بشر ولا يمتصوا دماء بشر ابدا. وساعتها مديرة الميتم اللي هي ست ولا راجل بصراحه ربنا انا مش فاهم شكل امها ده ايه، بتمسك الاطفال تاني يابا والعيال بتكون خايفه منها كالعاده. والسولم بيقول لهم طبعا يا عيال انتوا فاكرين الذكريات دي علشان كده ما ينفعش نثق في اي بشري ابدا ابدا. وبنرجع لهيلي وهو قاعد مع البت السوها وبيقول لها انت قلتي لي ان انت بتكرهي مصاصين الدماء قوي يا بت السوها، فبتقول له بسبب قوتي الكل كان فاكرني مصاص الدماء مع اني بشريه والله، والوحيد اللي كان مصدقني الواد كريس الله يرحمه، ده حتى قال لي اللي انا واثق فيكي اللي انت مش مصاص الدماء ابدا ابدا، لدرجه ان خلاني اعض رقبته قبل كده من كتر ثقته فيا، وقال لي اكيد مش مصاص الدماء ومش هتمصي دمي. وساعتها هيلي العبيط اللهبل بيحاول يقلده وبيقول لها انا كمان واثق فيكي على فكره يا بت يا سهى وممكن تعضي رقبتي. وطبعا سهى بتكون مكسوفه جدا يا عزيزي لان الكلام ده حصل
ما بينها وبين كريس لما كان عندهم 6 سنين بالصلاة على النبي. اي نعم المؤلف مطلع لنا البغلين دولت كل واحد فيهم عنده 12 سنة بس، ولكن شكلهم بسم الله ما شاء الله قد ابويا وامي. والبت ساب تتكسف وبتقول له خلاص انت ممكن تعدني انت من ايديا. هو طبعا الواد هيلي مش بيبقى مكسوف، ولكنه عارف انه ما ينفعش يعمل حاجه زي كده لانه هيتكشف، وبيقول في سر والله يخرب بيتك يا بعيده دي عايزه تزنقني. وبينتقل المشهد للواد كان وشلته، وبيكون بيكلم شويه من شلته اللي خلاهم يسافروا عشان يحققوا في امر مساسين الدماء بالصلاه على النبي، ولكنهم بيقولوا له ان حتى الان ما قدروش يوصلوا لاي حاجه، وزمايلهم من المستذئبين لسه بيختفوا. وبينتقل المشهد يابا لشله مساسين الدماء وهم بيجهزوا الحفله، وسولم بيقول يا ترى المستذئبين دول هيجوا ولا لا، ونوا بيقول له يا عم تف من بقك بلا مستذئبين بلا بتاع يابا. ومره واحده ايان يابا بنلاقيه بيصرخ، والعيال بتقول له مالك يا ايان، فبيقول لهم يا اخوانا هيلي وقع الكعكه اللي انا قعدت اعمل فيها بقالي 4 ايام، ده انا سهران فيها ولا سهره مذاكره ليله الامتحان. وجاكا بيقول لهم خلاص يا جماعه صلوا على النبي، انا اسرع واحد فيكم واروح اجيب لكم مكونات اللي انتوا عايزينها. وجون يابا بيستخدم تقنيه النار بتاعته عشان يسوي اللحمه، وبالفعل يابا بيجي اللحظه اللي بتوصل فيها البت سوها، والعيال بتبقى فرحانه جدا جدا. ولكن هيلي في سره مره واحده بيقول استغفر الله العظيم يا رب ده ايه اللي جابهم دول. وبنشوف يابا كان وشله المستذئبين بالفعل بييجوا، واضح كده ان عيد الميلاد دوت هيبقى مدعاكه. فانزل بسرعه ولا اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه عشان لما ينزل الجزء التاني يوصلك اول واحد يا صديق، ونعرف هيحصل ايه في عيد الميلاد بتاع مساسين الدماء، ايه اللي حضروا مجموعه من المستذئبين يابا.